كوباية الزبادي اساسي في السحور في رمضان. قلنا نعمل الزبادي في البيت بما انه اسعاره بقت غالية. زبادي متماسك بقوام كريمي، وش قشطة، حاجة روعة. كيلو لبن كامل الدسم بلدي من عند اللبان. لازم حضرتك تكوني متأكدة ان اللبان بيبيعه بدون اضافة مية علشان الزبادي ينجح معاكي. غلى اللبن معايا بالشكل ده، هطفي عليه النار. انا مش هسيبه يبرد لوحده، احنا اللي هنبرده. والهدف من ان احنا نبرد اللبن ان انا لما هدلق بالشكل ده اللبن هيديني الرغاوي الحلوة دي. الرغاوي دي اللي بتدي الوش الكريمي للزبادي. هفضل اخده من البولة للحلة ومن الحلة للبولة من 3-4 مرات كده لحد ما يهدى خالص ويوصل لحد دمعة العين. شايفين كمية الرغاوي اللي عملها اللبن نتيجة التبريد بتاعه. دلوقتي اللبن معايا بقى دافي زي رضعة البيبي او دمعة العين بالشكل ده. هاخد كده منه نص كوباية، هضيف فيها كوباية زبادي كبيرة بلدي من عند اللبان برضو. هدوب الزبادي في اللبن لحد ما ينعم خالص الزبادي ويختلط بشوية اللبن اللي انا حطاهم. اختلط الزبادي كده باللبن وبقى قوامه كريمي ناعم كده، مفيهوش اي تكتلات. هضيف كوباية الزبادي كلها على اللبن بالشكل ده واقلب عشان يختلط الزبادي باللبن. هخفق اللبن والزبادي بالشكل ده. بقى القوام عندي بالشكل ده. تجيبي بقى كوبايات، بولات، طواجن فخار اللي عندك، ضيفي فيه الزبادي. مليت الكوبايات بتاعتي كلها بالشكل ده. اهم حاجة الكوبايات اللي هضيف فيها اللبن تكون كوبايات نظيفة وناشفة علشان ما يدخلوش اي بكتيريا وتبوظه. هجيب مية مغلية وهضيفها في الصينية، عايزاها توصل بس لتلت الكوبايات مش اكتر من كده. هجيب بقى فوطة مطبخ نظيفة او بلاستيك راب او اي غطا عندك تغطي بيه الزبادي بالشكل ده، وهكون مدفية الفرن لمدة ربع ساعة وطفيتها. هدخلها هيقعد معايا 6 ساعات او من بالليل للصبح، وبعدين ادخله التلاجة 3 ساعات او 4 ساعات، وبعدين اخرجه وبالهنا والشفا. شايفين الزبادي متماسك ازاي؟ شايفين قوامه الكريمي بوش قشطة، طعمه خطير. عملنا الكمية دي كلها بكيلو لبن وعلبة زبادي.